الراجل ده اتعلم السحر من الشيطان نفسه علشان يبقى أول ساحر في التاريخ. هنرجع بالماضي، بالتحديد في مدينة بابل القديمة، لما كان قصر الملك مليان بالاحتفالات، وده بسبب ان اتولد للملك ابن وقرر يسميه زهاك، واللي كان معناه وقتها الثعبان اللاسع. وبعد فترة، بعد ما وصل زهاك لمرحلة الشباب وهو قاعد في القصر وحواليه الخدم والجواري، لقى راجل عجوز داخل عليه، سنانه واقعة وفي كام شعراية بيضة في دقن، فسأله وقال: من أنت أيها النسر؟ فاستفز الراجل العجوز زهاك بكلامه ووصفه بأنه البخل وسط الإناث، واللي خلى زهاك يقوم ويمسك رمح ويحدفه في قلب الراجل العجوز عشان يقع ميت. وبعدين راح على قطة أو الجناح بتاعه عشان ينصدم هناك إن الراجل العجوز ما ماتش وإنه واقف قدامه. فتعصب زهاك وهجم على الراجل بكل قوته، لكنه انصدم لما لقى نفسه عدى